تمام، نبدأ على بركة الله. أحب أرحب بيك النهاردة في تكملة ال SQL Injection، وإحنا خلاص الحمد لله بنشطب فيها. ويعتبر يعني ده قبل الفيديو ده قبل الأخير. كنا اتكلمنا عن ال SQL Injection تقريبا في 11 فيديو أو 12 فيديو تاني، وادينا لها حقها، وكمان خدنا الدمب in one shot. يعني الحمد لله ما قصرناش فيها، بس يظل برضو إن الفيديو ده من أهم الفيديوهات الموجودة في السلسلة دي بتاعت ال SQL Injection. وده يرجع لأن التوبيك اللي هناخدوه النهاردة مش منتشر في المحتوى العربي بشكل كبير. هو موجود في المحتوى الإنجليزي بكثرة، لكن المحتوى العربي قليلين جدا، أو يكاد كمان إنه مفيش حد شرح التكنيك أو طبق عملي وشرح وكده. فاحنا هنبدأ على مدار الفيديوهين دول، الفيديو ده والفيديو اللي جاي، ان احنا ناخد التكنيكس المستخدمة في انك انت تعمل باي باس للواف او تعمل باي باس للفلتر. يعني ايه فلتر ويعني ايه واف؟ دول تكنيكس بيستخدمهم الموقع لحماية نفسه من الانبوت بتاعك، لان الانبوت بتاعك احيانا بيبقى فيه malicious كود او malicious SQL query. فهو بيراقب الانبوت بتاعك اللي انت مدخله له، وبيشوف هل في كلمات dangerous زي كلمة union زي select، او مثلا زي information schema dot columns او dot tables. وعلى اساس الكلمات دي لو لقيها فهو هياخد اكشن، وممكن يعمل بلوك للاي بي بتاعك، او ممكن يمسح الكلمات دي من الكويري بتاعتك. فلما بتوصل للداتابيز مش هتأثر فيها، لأن كلمات الدنجرز انت شلتها. تمام، فاحنا هنبدأ الأول نظري، وبعد كده هنبدأ العمل اللي هناخد فيه ايه. العمل اللي احنا عندنا 3 مواقع، مستوى الحماية فيهم بيتدرج من كل موقع للتاني، بيكون أقوى. يعني الموقع الأولاني مفهوش مستوى حماية أصلا، مفهوش فلتر، مفهوش فاير وول. الموقع التاني فيه بس ضعيف، والموقع التالت هو أصعبهم. هنستخدم فيه كذا تكنيكس عشان احنا نضم الداتا كلها. وده هيبقى فيديو طويل، وتقريبا هتحط على اليوتيوب، وكمان هتحط على التليجرام. فأنا أنصحك إن اليوتيوب ممكن يمسحه، فأنا أنصحك إنك أنت تتضم للجروب الموجود على التليجرام، وأنا هسيبه في الوصف أو الديسكريبشن. بس كده أعتقد ده اللي احنا المفروض نعرفه لحد دلوقتي، ونبدأ في كلامنا الرئيسي. فكفاية بقى كلام لحد كده، ويلا نبدأ في الموضوع الأساسي. في بعض التكنيكس هنا اللي انت ممكن تستخدمها وتساعدك، منها الباي باس with comments، منها الكيس تشينجين، منها replace keywords، منها الكاركتر encoding، البفر overflow، inline inline comments. دي موجودة بس في الماي سيكوال. في الباي باس with comment، خلينا نطلع من العرض. في بعض الفاير وول لما بتيجي بتشيك على الانجكشن بتاعك، بتشوف الكلمات الرئيسية زي كلمة اليونيون، زي السلكت، زي الحاجات دي، وبتمنحها. وكمان لما بتلاقي علامة الكومنتس فهي بتشيلها، عشان هي بتقول لك او بيقولوا ان هدية ملهاش لازمة في الكويري، فهي ايه بتشيلها خالص. فهي لما بتشوف اليونيون، هل في يونيون عندك؟ ما هتلاقيش يونيون. هل في سيلكت عندك؟ ما هتلاقيش سيلكت، بس هتلاقي ايه علامة الكومنت دي. فهي لما تشيلها وتعدي، يعني هي هتشيلها الأول كده، تمام. فهي هتشيلها وهتشيل العلامة دي وتعدي الكوي. الكوي هتوصل
على اساس انها يونيون سيلكت هتوصل للداتابيز عندك وبتتنفذ عادي جدا، وانت كده عملت الباي باس، اول باي باس معنا. طيب في كمان فاير وول تاني لما بيلاقي مساحة، يعني لما نلاقي مساحة كده مثلا نسلكت بالشكل ده، فمن اول نلاقي مساحة كده راح قاطع الكوية، ما هكملش باقي الكوية دي، وان كانت مثلا هي دي اول مساحة فهياخدوا اليونيون بس عادي، وبعدين ما يكملش المساحة دي. فدي حلها ايه؟ انك انت تملى المساحة دي بعلامة الكومنت، فهتبقى بالشكل ده، كومنت يونيون كومنت تاني سيلكت الكومنت، فهي تقدر انت تعمل بيها ايه كده، تعمل بيها الباي باس بتاعك. تمام. تاني تكنيك اللي اسمه الكيس تشينجين، ده فيه الواف او الفلترز بيمانج الكويري بتاعتك لو هي كانت في حالة اللور كيس، يعني لو كانت كلها سمول. فانت ده انك انت تبايباس النوع ده من الفلترز او الواف، ده سهل جدا انك انت تحط حروف كابيتال، مش كلها سمول يعني الكويري بتاعتك، لا تحط حروف كابيتال، فهو هيعديها بكل سهولة. النوع التاني اللي هو اللي اسمه replace keyword. قبل ما نشرحه هندخل بس على الكود ده البسيط ده بتاع البي اتش بي فلتر كود. دي فانكشن بتاخد الكويري بتاعتك اللي انت باعتها في البارامتر اللي هو مثلا هنا موجود اللي اسمه اي دي، وبتشيل منه الكلمة دي ان كانت يونيون او سيلكت. تمام. فهي في كذا نوع هنا او كذا طريقة ان احنا نستخدمها. اولا الطريقة دي كمان تنفع ان احنا نبايباس بتاعت ريبليس كيورد دي، او في كلمة رئيسية زي كلمة يونيون تيجي في نصها كده راح كاتب كلمة يونيون تاني، او زي السلكت تيجي في نصها وتكتب سلكت. فهي لما الفلتر ده يتنفذ هيشوف هتلاقي كلمة اليونيون دي مكتوبة، يروح هو شايلها. بعدين هنلاقي كلمة السلكت دي مكتوبة، يروح شايلها. بعدين يبعت الكويري للداتابيز، هتبعت الكويري للداتابيز هتكتشف ان هي يونيون سيلكت، فهتبعت لك برضو الاوتبوت اللي انت عاوزه. تمام. وبرضو لو علامة الكومنت دي ما نفعتش معاك، انت برضو ممكن تستخدم العلامة دي، فهي برضو هتأدي نفس الغرض. النوع الرابع معانا اللي اسمه كاركتر انكودنج. ده في الويب بيكون مخزن كلمات كتيرة أو كويري كتيرة مثلا حافظها بالشكل، يعني مثلا يونيون سيلكت، بعدين يونيون سيلكت بس سمول، بعدين مثلا يونيون سيلكت وفيها علامة الكومنت، يعني مثلا يكون موجودة دي عنده مخزنها، السيجنتشر بتاعها مخزنها، مخزن برضو الشكل ده عنده، مخزن الشكل ده عنده. فاهم قصدي؟ مخزن كذا شكل، انت لو بعت اي شكل من دول هو منحها. فانت الحل ده انك انت تعمل URL encoding. تمام. انك انت بتغير من شكلها خالص وتبقى بس هو لما بيروح بقى يشوف الانبوت بتاعك ده وهيقارنه بمجموعة الكويري اللي عنده، هل موجود نفس الشكل ده في الكويري اللي عنده؟ طبعا مش هيلاقيه لانه ده بانكود، ده URL انكود. فلما مش هيلاقيه هيوديه على الداتابيز. هناك في الداتابيز بقى هتعمل له ديكود وهترجع الكويري الأساسي. في بعض الويب بيستخدم الديكود، يعني لما بيلاقي العلامة دي يعرف إن ده URL انكود، فهو بيعمل له ديكود الأول وبعدين يشوف الكويري مكتوبة ازاي. فالحل كده إنك أنت تعمل ديكود، تعمل انكود مرتين، يعني انت ده عملت له انكود مرة واحدة، بعدين تعمل له انكود مرة تانية. فالواقف لما يعمل له ديكود أول مرة وبعدين يعديه، وبعدين الداتابيز تعمل له انكود تاني مرة وبعدين
توصل انه هينفذ السلكت او هينفذ الكويري دي. فاهم قصدي؟ الكويري دي انت عملت لها انكود مرتين، فالواف او الفلتر عمل لها ديكود مرة، وفي الداتابيز اتعملت انكود تاني مرة، وبعدين اتحولت لأساسها، وبعدين اتنفذت في الداتابيز ورجعت لك الاوتبوت اللي انت عاوزه. تمام. ده برضو شكل تاني لل URL encode، انك انت مش لازم تعمل الكود بتاعتك كلها، انت بس تعمل حرف واحد بس URL encode. يعني مثلا هنا حرف ال S تعمل له URL encode، فبقي بالعلامة دي، وكملت ايه السلكت عادي. ودلوقتي ال inline comment دي موجودة في الماي سيكوال بس، ودي ذكية شوية، لأن لو في بعض الواب لما بيلاقي علامتين الكومنت دول، وخصوصا برضو في ايه ماي سيكوال، لما بيلاقي العلامتين الكومنت دول فهو مش بيهتم بيها، بيعديها كلها. فلما يجي يعدي وتوصل للداتابيز، الداتابيز عشان تلاقي بقى ان في علامة تعجب دي مكتوبة في الكومنت، فعلامة التعجب دي بتسمح انك انت بتكسكيوت اللي بعدها. تمام. حتى لو كانت بين علامات الكومنت. تمام. فهتبقى عادي انها اليونيون سيلكت وتكمل الكويري بتاعتك عادية. ونفس الحال ده برضو شكل من اشكالها. فده كان الانلاين كومنت. وسادس تكنيك معانا اللي هو البافر اوفر فلو. البافر اوفر فلو دي ده هتسمع كتير عنها في الاي جي بي تي في الاو اس سي بي، ودي عبارة عن ثغرة بتصيب الابليكيشن. بتصيبه ازاي؟ مثلا عندك ابليكيشن بياخد انبوت بس بيستحمل لينس معين، يعني هو اخره بياخد انبوت من 30 حرف مثلا. انت لو عرضته انه ياخد انبوت مثلا من 60 حرف، فهو بيحصل له كراش. تمام. بيتوقف عن العمل ويحصل له كراش ويقفل. تمام. فانت لما في واب ممكن تطبق عليه البافر اوفر فلو ده، فانت بتسبب انك انت بتعطل الواب او بتعطل الفاير وول، انك انت بتديله لينس كبير او بتديله عدد انبوت اكبر من هو المفروض ياخده، او اكبر من هو المفروض بيهندله، فما يعرفش يهندله، فبيحصل ستوب، بيقف عن العمل. وبعد كده انت تبدأ تستغل بقى ان هو لما يتوقف، انك انت تبعت بقى الكويري بتاعتك بالشكل العادي بدون اي تكنيكس او بدون اي تعب، لانك انت كده كده اصلا وقفت الواب عن العمل. يعني كأنك انت دلوقتي مفيش فاير وول او مفيش واب موجود على الابليكيشن، كأنك انت بوظت الحماية، فتقدر تنفذ اليونيون والسلكت بطريقة عادية جدا، وتقدر تدمب الداتا كلها. تمام. وطبعا مش محتاج اقول لك ان اللي انا بقصد كلمة ابلكيشن بقصد بيها الويب ابلكيشن. تمام. كمان انت ممكن لو كانت الاو او الاند عندك تعمل لها بلوك، فانت ممكن تستخدم البديل بتاعهم. يعني الاو ممكن تستخدم بدالها علامتين دول، والاند ممكن تستخدم بدالها علامتين دول. هنا كمان في السبيس او الفراغات، قلنا ان احنا ممكن نستخدم علامة الكومنت، او ممكن تستخدم برضو ايه الحاجات دي، العلامات دي برضو. اوكي. هنا لو الكويري او الويب بتاعك مش بيقبل انك انت بتبعت له تكست، يعني انت يونيون وسيلكت والنيم وكده، بس لما تبعت له حاجة بين اتنين سنجل كود مثلا او دبل كود وبتبعت له تكست كده، فهو مش بيقبله. فانت بتضطر انك انت تحول التكست ده لهكساديسيمال بالشكل ده. تمام. طبعا انت لما هتحول الكلمة دي هكساديسيمال يطلع لك المقطع ده، وبتضيف الزيرو والاكس قبلها، وبعدين تحط
القيمة الهكساديسيمال للكلمة بتاعتك وتحطها هنا. مثلا انت ايه يعني، انت مثلا بتسلكت النيم مثلا او اليوزر نيم والباسورد وفريم يوزر، وان اليوزر نيم يساوي ادمن، فعندك كلمة الادمن دي مثلا محظورة متقدرش تستخدمها، فانت بتستبدلها بالهكساديسيمال بتاعها. لما تيجي تحولها للهكساديسيمال هتطلع لك قيمة من الارقام دي، تحط قبلها الزيرو والاكس. اوكي تمام. هنا بقى اخر سلايد معانا، وده بيقول لك انت لما تيجي بقى تعمل فعلا بايباس، فانت بتجرب كذا تكنيكس مع بعض، مش بتجرب تكنيكس واحدة. يعني احنا لو بصينا هنا، فاحنا هنا تقريبا في 3 تكنيكس احنا مستخدمينهم. يعني دول انت مستخدم فيهم الانلاين كومنتس، ومستخدم اللي هنا URL انكود، ومستخدم هنا الكيس تشينجن، وهنا برضو مستخدم الكومنت البايباس ويز كومنت، ومستخدم كمان الكيس تشينجن. وهنا برضو نفس الحكاية. يعني مفيش رولز معينة انت تمشي عليها. تمام. فعشان كده مسمينه بين تيست، يعني انت بتست او انت بتختبر كويري وبتختبر الواقف قدامك، فانت تقعد تجرب وتعدل في الكويري بتاعتك وتحاول تغير من شكلها لحد ما تعمل باي باس. اوكي. فاحسن باي باس انك انت ممكن تعمله انك انت تستخدم كذا تكنيكس مع بعض، انك انت تحاول تخدع الويب او الفاير وول او الفايرز، ايا يكن كلهم واحد، بس فرق يعني فرق مسميات، بس كلهم واحد يعني. فاحنا كده خلصنا. فاضل بقى ايه الجزء العملي اللي هيفهمك كله ده على 3 مواقع ان شاء الله. بس انا برشح ليك انك انت تنضم لجروب التليجرام، لانه هناك كمان هيكون فيه الفيديو زي ما احنا قلنا، وهيتحط على اليوتيوب كمان، بس اليوتيوب ممكن يمسحه، فلو اتمسح هيبقى موجود على تليجرام. اوكي. فشكرا طبعا انك انت كملت معايا لحد هنا. يعني انا حاولت ان اساعدك في موضوع انك انت تعمل SQL injection bypass، وانت برضو ما تعتمدش عليا 100%، تحاول تدور بنفسك، وتحاول برضو في تكنيكس تاني تحاول تتعلمها، وانا هسيب لكم بعض المصادر في الوصف ممكن كمان تنفعك وانت بتبحث مع نفسك. فشكرا جزيلا لكم، وإلى اللقاء في آخر فيديو في ال SQL Injection.